بعديها فترة قالت لك اتصدمت وانجرحت، ولا اشتغلت ولا سافرت ولا رحت ولا جيت وفضلت قاعدة جوه البيت. لا، اشتري نفسك. لا، وانا بصراحة القصة دي حرقت دمي بصراحة، يعني حرقت دمي يعني هي من المعذبات تقريبا. يا حلاوة. علشان كده قررت ان احنا مش هننفع لبعض ومش هنتجوز. الكلام ده قبل الجواز بيومين. قبل 6 سنين كانت بتحب شخص عنده 34 سنة ومخطوبة له وبيحبوا بعض والدنيا زي الفل وجميلة. ابتدى يقرب ميعاد الجواز فابتدى يختلق المشاكل، ابتدى يتلكك، ابتدى يقول لها لا، انت ما بتسمعيش كلامي، انت مش عارفه ايه، انت. المهم اتخانقوا خناقه كبيره جدا وسابوا بعض. سابوا بعض قد ايه؟ سابوا بعض 6 شهور. بعد 6 شهور رجعوا لبعض تاني وقال لها ان احنا مش هنستنى بقى كتير، يلا نكمل زواجنا. قلت له حاضر، قلت له حاضر عشان انا بحبه. حددنا ميعاد الزواج وبلشنا دي لبناني، بلشنا تحياتي لاستاد لبنان. بلشنا التحضيرات وكنت سعيده جدا وهو كمان وكذا. وقبل كتب الكتاب بيومين 2 اختفى. بعدين اتصل بيها قال لها بصي يا فلانه، أنا فكرت كتير ولقيت إنه ما بنصلح لبعض، والمشاكل الأولانية اللي وقعت بينا لسه ما نسيتها. يا حلاوة. علشان كده قررت إن إحنا مش هننفع لبعض ومش هنتجوز. الكلام ده قبل الجواز بيومين. بعديها فترة قالت لك اتصدمت وانجرحت، ولا اشتغلت ولا سافرت ولا رحت ولا جيت وفضلت قاعدة جوه البيت. الأستاذ راح خطب واحدة تانية علشان يتجوز. فات على القصه وهو بدأ اللي حرق دمي الحته دي. فات على القصه قد ايه؟ 5 سنين. لا شفته ولا شافني، وسمعت انه ما اتزوج بالبنت التانيه وافترقوا. مؤخرا كنت معزومه في مناسبه قابلته، ولما قابلت اشتغلت وظبطت نفسها وبقت حاجه بقى تانيه خالص. بعد ال5 سنين دول هي ما ارتبطتش. قال لها ان هو بيحبها وحاول يبرر لها في المناسبه السعيده اللي هم شافوا بعض فيها ان هو كان غلطان وايه مبرراته، انا بحبك لسه وانا ما عرفتش اتجوز التانيه عشانك وانا 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 وانا. وبعدين نرجع لبعض بعد 5 سنين، وبيبعت لي مسجات تاني ومش عارفه ايه، وهي بقى بتقول انها لسه بتحبه وبفكر فيه، عايز يخليني اتكلم وانا خايفه اضعف تاني. وقولي لي بقى اعمل ايه؟ تعملي ايه في ايه؟ هو انتي تعملي ايه في ايه؟ انتوا ليه بتعملوا كده؟ من باعك بيعه، من باعك بيعه. انتوا عارفين في كام راجل على الكرة الأرضية؟ مش في مصر؟ يعني عارفين نصيبكم ده ممكن يكون فين؟ بجد سابني 5 سنين، سابني قبل جوازي بيومين. فضيحة بقى بجلاجل، ده انا عازمه بقى اصحابي والجيران والعيله بقى ولبنان بقى وجبل لبنان وكله. وقال لي اسف مش هقدر اتجوزك علشان خاطر المشاكل الاولانيه، وراح خطب واحده تانيه وسابها، واستنى لما يشوفني صدفه ما جيش ورايا وقال لي انا بحبك بعد 5 سنين. وعايزه ترجعي له؟ لا لا، اشتري نفسك. لا،